سلام سلام البنات، زلف اللون البنات. راني جيت وجبت لكم هذه الوصفه تاع لي مادلين اللي ان شاء الله يا ربي تنال اعجابكم بمقادير ان شاء الله كاينين في كل بيت. ان شاء الله تنال اعجابكم. انا نحب نديرهم يعني يدوهم بناتي للمدرسه، ساهلين ماهلين كما قلت لكم بمقادير جد يعني ماشي معقدين. هنا ما علينا غير نقولوا بسم الله على بركه الله. نحتاج زوج تاع بيضات يكونوا على حرارة المطبخ تاعكم، يعني والو ما يكون بارد. انا استعملت البلندر، ولكن نتوما تنجموا تستعملوا اي حاجه يعني اللي عندكم، حتى بالفرشيطات تنجموا يعني تخدموا عادي جدا. كما راكم تشوفوا البنات نديروا يعني هذوك زوج البيضات، نديروا نص كاس من السكر العادي، نص كاس تاع الزيت العادي زيت المائده. نحتاجو تاني نديرو ثاني نص كاس تاع الحليب اللي يكون على حرارة المطبخ، يعني الدرجة تاع الحرارة تاعو تكون حرارة عادية، ما يكونش يعني خارج من الثلاجة. ونديرو هنايا لافاني على جال الريحة تاع البيض. نديرو هنايا كاس تاع الفارينة ونزيدو له ربع، يعني كاس وربع. ونديرو كيس تاع الخميره، وهنايا نغربلوهم، يعني نديرو كل شيء على ضربه واحده. نغربلو الفارينه هذيك مع الخميره، ما تنساوش حوالي هكاك 3 دقائق. من بعد نجو نحطوا لي كيسات تاعنا. وبالنسبه للناس اللي ما عندهمش هاد لومول تنجموا راني نشوفهم يعني يستعملوا بزاف هادوك لي بواط تاع لو طون، يعني ما ترموهمش وكل مره تشرو خبوهم ومن بعد تنجموا تستعملوهم عادي. هنايا من الاخير زينتهم يعني كيما حبيت انايا، وانتم برك لي كيسات تاعكم تسيو ما تعمروهمش بزاف باش ما يخسروكمش، يعني ما مش رايحين يفيدوكم. هنا استعملت انا السكر الخشين هذاك واستعملت اللوز. تديهم رضينا معها للمدرسه بنتي ربي يحفظها، تديهم معها للمدرسه يعجبوها بزاف. انا يعني هنايا اللي حابين اكثر راهم غير يضعفوا المقادير ويخرجوا لهم اكثر واكثر. والبنه يا البنات رائع جدا. نحطوهم في الفرن اللي يكون يعني ماشي حامي، نحطوهم 20 دقيقه على درجه 180 درجه من الفوق ومن تحت. نعسوهم 20 دقيقه كما قلت لكم، يكونوا يعني طيبين 100%. الى الفرن تاعكم يعني ما عندوش مشكل. شوفوا كيفاش طلعوا لي البنات. انتوما ما تسيوش، يعني حاولوا حطوه في الوسط ما تبعدوش، لان الحراره من اللور راهي بزاف من بعد راح يفيد لكم. يعني خلوه في الوسط، شعلوه من الفوق ومن تحت 180 درجه 20 دقيقه كما قلت لكم، تخرج لكم رائعه. شوفوا كيفاش جات لي البنات البنه، ما نقولكمش رائعه على وقفه واحده. وبالنسبه اللي راهم حابين اكثر يضعفوا المقادير، هذه هي وصفتنا لنهار اليوم. وصفة رائعة رائعة رائعة، سهلة على وقفة، ديروها بمقادير أكيد يعني بإذن الله راهم كاينين في كل دار. تفرحوا بها وليداتكم، وراه رايح تكون الكوتي تاعهم اللي يدوهم المدرسة. هنايا معليا غير نقول لكم شكرا جزيلا، وما تنسونيش البنات من فضلكم جزاكم الله خير، ما تنسونيش باللايكات. واللي مايش ابوني نقول لك اهلا وسهلا بك عندي في قناتي، وشكرا جزيلا. معليا غير نقول لكم الى المره الجايه، استودعكم الله الذي احبكم فيه. سلام.